خلونا نمر على شنقريحة وما قاله شنقريحة وتهديداته، ولماذا قال هذه التهديدات الآن وليس يوم تجرأ علينا الميليشياوي المجرم حفتر. ولقد سعت الجزائر ولا زالت تسعى انطلاقا من مكانتها كدولة محورية في المنطقة إلى دعم جميع المبادرات الدولية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى دول الجوار. فضلا عن كل ذلك، فإن الجزائر لا ولن تقبل أي تهديد أو وعيد من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأي جهة مهما كانت قوتها. ومن هنا فإننا نحذر أشد التحذير هذه الأطراف وكل من تسول له نفسه المريضة والمتعطشة للسلطة من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلاماتها الترابية. وليعلم هؤلاء أن الرد سيكون قاسيا وحاسما، وأن الجزائر القوية بجيشها الباسل وشعبها الثائر المكافح عبر العصور والراسخة بتاريخها المجيد هي أشرف من أن ينال منها بعض المعتوهين والمتهورين. ليست مغبت يا فريق، مغبت مش مغبت. ما كاش حاجة اسمها مغبت في العربية. قولها بالدارجة، قولها بأي حاجة، لك ما تقولش أي كلام. المفروض راك قائد الجيش والمفروض تتقن اللغة ولو في حدودها الدنيا، والمفروض راك تقرأ من الورق، والمفروض هذا الورق راه مشكل وكاتبينها لك مغبت ودايرين لك فيها شدة فوق الباء باش تحبس. على كل مش راح نوقفوا هنا يعني. لماذا جاء هذا الخطاب تاع شنقريحة اللي تنقل إلى جانيت، واللي كنا ربما قبل أسابيع كنت حدثت لكم ما يحدث هناك، والجنرال جعفر وكيد والفساد العارم وتهريب الذهب وتهريب الأسلحة وقضايا كثيرة كنت أشرت إلى جزء منها في إحدى اللايفات، ربما تبحثوا عليها تجدوها. لماذا ينتظر شنقريحة وغير شنقريحة؟ لماذا انتظروا ولم يصدروا أي بيان، خاصة بيان عسكري، لإدانة ما قام بحفتر؟ وحفتر اللي قام قبل حوالي 10 أيام أو 12 يوم بعملية تهريج واسعة، نقلها لواء معزز مانيش عارف رقم كذا، وقال لك راه عندنا حتى السلاح المضاد للطيران. وين؟ على حدودنا في منطقة تسمى يسن، وقام بغلق الممر الحدودي اللي هو تحت قات، واللي هو قريب من النقطة الثلاثية ما بين النيجر وليبيا والجزائر. لماذا انتظر شنقريحة وجنرالاته وما يسمى بوزارة الدفاع وزارة الجنرالات طول هذا الوقت للرد على ما اسمه هو المعتوه والمتهور، يقصد حفتر؟ لماذا؟ تحليلي للأمر، أنا شنقريحة ما كانش باش يروح يوم 23 و 24 لليوم الدراسي اللي داروه في الروس، لأن هذا في الغالب هذا اليوم الدراسي يروحوا له جنرالات من الصف الثاني ولا حتى الصف الثالث، ما يروحلوش لا قائد الجيش ولا كبار قادة الجيش اللي هما قادة النواحي، قائد القوات البرية، قائد القوات الجوية، قائد القوات البحرية، قائد قوات الدفاع الجوي، ما يروحوش. يروحوا يبعثوا الصف الثاني من الجنرالات أو الصف الثالث أحيانا. لكن احنا ما راحش فقط جنرال من كبار الجنرال، راح قائد الجيش، الفريق، رئيس هيئة الأركان. لماذا راح عند الروس؟ وكنا شفنا حتى يومها كيفاش أنهم كان بالاستهزاء، يعني يا ليت المساعد يعود يبعث لي المقطع هذاك وهو يتكلم والناس في القاعة من الخلف تتكلم، يعني مش يسمعوا فيه نهائيا. لكن مرة أخرى، لماذا ذهب شنقريحة وليس آخرين؟ تحليلي للموضوع،
قناعتي هو أن ما قاله تبون قبل حوالي شهر تقريبا عن ليبيا، عندما قال تبون لمراسل الجزيرة اللي راهم الآن يتعاونوا معاها باش ينتجوا قناة، حتى قناة قال لك بالحيمر جاب زوج من الصحفيين باش يجيبوا له قناة ويديروا له قناة هناك. المصيبة فقط أن إذا مش في اثنين على الأقل واحد منهم معروف، هذا من اللي جابوه اللي راه موجود الآن في فندق 5 نجوم، معروف بأنه كان مع القايد صالح في المطلق، وجناح القايد صالح الآن انتهى. جناح القايد صالح انتهى وخرج نزار وذبابه يسبوا فيها بالحيمر وفي هذا الصحفي اللي جابه، لأن هذا الصحفي كان سب نزار يومها ومشى مع القايد صالح، وكان فرح لما هرب النزار، لكن النزار رجع في طائرة رئاسية. يبدو صراعاتهم لا تنتهي. المهم لما قال تبون يومها بأن طرابلس خط أحمر، لم يقل فقط أن الجزائر جعلت طرابلس خط أحمر، طبعا هو ادعى بطولات وعنطريات بأثر رجعي، لأن طرابلس كانت خلاص انتهت وحفتر هزم هزيمة نكراء في مثل هذا الشهر العام الماضي في جوان 2020 بعد معركة دامت 14 شهر ما بين أفريل 2019 وجوان 2020 في من يسيطر على طرابلس، وماتوا فيها الآلاف ودمرت فيها مناطق هائلة من طرابلس وصارت مجازر، خاصة لما تدخلت ميليشيات فاغنر الروسية واللي أصبحت القوة الضاربة هناك، ولم يعد حفتر إلا واجهة وصورة. إذن لم يكتفي تبون بأنه قال بأن طرابلس خط أحمر والجزائر ما كانش راح تسكت عليها، هو أضاف قال ما كناش راح نسمحوا باش يسيطروا المرتزقة على أول عاصمة مغاربية اللي هي طرابلس. طبعا الروس لما سمعوا هذا الكلام، وقبلها كانوا سمعوه يرمي في الورود للنظام التركي، كانوا انزعجوا، لكن لما سمعوا هذا الكلام والمرتزقة يقصد ميليشيات فاغنر تابعة إلى حفتر، واجهتها حفتر اللي هي تابعة إلى الروس، أصيبوا بالجنون. قالوا ايش راه يقول هذا الرئيس الجزائري هذا؟ روسيا هي التي توفر حوالي 80% من السلاح للجيش الجزائري. تقريبا كل الضباط تقريبا على استثناءات قليلة من كوموندو واطلع راح دار تدريب عند الروس، ومرات تدريب تاع سنوات مش تاع سنة حتى أو أشهر، وكثير منهم حتى يتقن اللغة الروسية، وبعضهم تزوج حتى روسيات. وعارفين هاد الضباط نتاعكم بما فيهم شنقريحة اللي راح عدة مرات وكونوه هناك في روسيا، كيف تجرؤون أنكم تسبوا روسيا عن طريق سب ما سماه تبون المرتزقة؟ هم بالفعل مرتزقة يعني، وفي هذه صدقة تبون وهو كذوب. فبالنسبة للروس كان هناك غضب شديد، مما اضطر شنقريحة أنه هو يروح باش يعتذر للروس وباش يقول لهم تبون هذا يقول نامبورت كوا. ولعلي كنت تحدثت في الموضوع هذا قبل سمانة أو 10 أيام لما حدث الموضوع. وفي نفس الوقت كان بالنسبة لشنقريحة يجب أن يأخذ موافقة روسية باش يتهجم على حفتر. بالمناسبة مش نتكلم على المرتزقة، تكلم مباشرة على حفتر وهذا المعتوه وهذا مش عارف ايش الى اخره، لكنه ما اثارش قضية فاغنر المرتزقة الروس اللي سيطروا مثلا على بانغي اللي هي عاصمة افريقيا الوسطى، واللي هما راهم عندهم اجزاء هائلة من ليبيا مسيطرين عليها، خاصة في الشرق وايضا في الجنوب بما فيهم حدودنا، واللي يريدون الان الدخول الى مالي.